بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في هذه الوقفة الوجدانية. معكم سامح مريم، طالبة بالمدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة. أحدثكم من رحاب الإقامة الجامعية بوحديد. في هذه الدقائق القليلة أريد أن أتحدث إليكم من القلب وإلى القلب. هل تشعرون بما أشعر به؟ تلك الغصة الخفيفة التي تزورنا في أواخر هذه الليالي. رمضان، الضيف الذي استقبلناه بالأمس بلهفة، بدأ اليوم يجمع حقائبه للرحيل، وكأن الأيام كانت تتسابق لتخبرنا أن اللحظات الجميلة تمر كلمح البصر. في كل عام نودع رمضانا بدموع، لكن هل سألنا أنفسنا لماذا نحزن؟ هل نحزن على رحيل الشهر؟ أم نحزن على رحيل تلك النسخة الطيبة من أنفسنا التي وجدناها فيه؟ في رمضان كنا أكثر صبرا، أكثر كرما، وأقرب للسجادة والمصحف. كنا نتحمل الجوع والعطش بابتسامة، ونكظم غيظنا لأننا صائمون. الحزن الحقيقي هو أن نودع هذه الصفات مع آخر آذان مغرب في رمضان. رمضان لم يأتي ليكون محطة عابرة، بل جاء ليكون دورة تدريبية لروحك، لتكتشفي أنك قادرة على التغيير. إلى كل من يشعر الآن بوخزة الضمير، إلى من يرى أن أيامه ضاعت في الانشغال، أقول لك: لا يزال في الوقت متسع. رب رمضان لا ينظر إلى كمية الساعات بقدر ما ينظر إلى صدق اللحظة. سجدة واحدة بقلب حاضر في هذه الليالي المتبقية قد تمحو تقصير شهر كامل. لا تودعي رمضانا بيأس، بل ودعيه برجاء. قولي: يا رب، إن كنت قد قصرت فيما مضى فبارك لي فيما بقي، واجعلني من عتائقك. السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا قبل أن نكبر تكبيرات العيد: ماذا سنأخذ معنا في حقيبتنا بعد رمضان؟ هل سنأخذ ركعتين في جوف الليل ولو مرة في الأسبوع؟ هل سنأخذ صفحة واحدة من القرآن يوميا؟ هل سنبقي على لساننا طاهرا كما كان في نهار الصيام؟ جمال رمضان ليس في وجوده فقط، بل في أثره الذي يتركه خلفه. كوني ربانية لا رمضانية. في الختام، استودعوا الله صيامكم وصلواتكم ودموعكم الخفية. املأوا ما تبقى من الساعة بالاستغفار، فإنه ختام الأعمال الصالحة. رمضان، شكرا لأنك أيقظت قلوبنا. نودعك وعزاؤنا أننا سنلتقي بروحك في كل طاعة نؤديها طوال العام. تقبل الله منكم، وعيدكم مبارك مقدما. كنت معكم. دمتم بسلام.